السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي احسن صحة. ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله. يلا بينا على الفيديو القمر الجميل. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. امين. انا كل اللي سامعين يا رب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي كل مبتلى يا رب. دعوة كده من القلب بصلاح الحال وان ربنا يكبر بخاطري. اللهم امين ولكم بالمثل ان شاء الله. النهارده بقى هنبدا معكم الفيديو القمر. الاكله اللي هي اكله مسميها اكله التوفير، اكله الغلابه. سميها زي ما تسميها، بس هي اكله تحفه. والشعب المصري بياكلها. عائلات الشعب المصري كله بيحب الاكله دي. تمام. ويا رب كده الفيديو يكون خفيف على قلوبكم واكون انا خفيف على قلوبكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا لي اللايك بايديكم القمر الجميله دي. عايزه تشجيع. انا مش عارفه مفيش تفاعل خالص ليه، مش عارفه انا مزعلاكم في ايه، بس يلا ما علينا. انا لو واحده بس بتتفرج عليا دي عندي بالدنيا كلها. هنا بقى غسلت معاكم طبعا المقدمه طولت بس معلش. بحب افضفض معاكم كده واحب اتكلم. غسلت العدس، كان معايا ربع كيلو عدس على كيلو رز. غسلتهم غسله كويس جدا جدا جدا. فضلت اغسل فيهم لحد ما نضفوا وصفيتهم. وهنا بقى معايا حله حطيت فيها زيت. واول ما الزيت يسخن هبدا انزل بقى بالرز والعدس اللي انا غسلته. واللي ورا دي حاطه فيها ميه. ورق اللورة. وايه تاني يا ربي؟ ومكعب ماجي وملح. الشوربه الكداب، ما هي كدابه. مش هي كدابه؟ ما هي مش حقيقيه. هي لو حقيقيه مش هيسموها شوربه كداب. ما علينا. هنا بقى أو عشان الميه دي انا بحب هقول لكم على حاجه. ما بحبش احط يعني مثلا بعمل مكرونه، بعمل رز، بعمل اي حاجه تحتاج شوربه، انا مش بعرف احط لها ميه من الحنفيه ولا بعرف احط لها ميه كده. فاهمين؟ على فكره حطيت شويه ملح مع وبفضل اقلب في الرز، اقلب 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 لحد ما يفك من بعضه كده ويبقى منطور ويبقى جميل. هنا حطيت بقى الشوربه وهقلبه. بصوا اهو الشوربه قد كده. وهغطيه على نار هاديه، مش هاديه قوي ولا عاليه قوي. تمام. اول ما يغلي هبدا اوطي عليه النار. هنا بقى غسلت معاكم الجرجير. جرجير بصوا. جرجير بتاع اللي هو بتاع الفلاحين الصغنون دي، ده تحفة. جميل. انا بقى كنت غسلاه كذا مرة. بصوا انا ببقى بفصل الكاميرا وبشغلها عشان ما تحسوش ان انا بعمل يعني ما اطولش عليكم الفيديو اوي. انا ممكن على فكرة اخليلك الفيديو ده 20 دقيقة او يعني تلت ساعة و25 دقيقة. بس انا مش باردة والله. هنا بقى كنت بقشر البطاطس. ما تتريقوش عليا. بصوا انا مش بعرف اقشر بالمقشرة دي، انا بقشر بالمقشرة التانية. شيفا جت بقى امي شافتني فقالت لي ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده. بس هتلاقوني في الاخر بتعمل. هنا بقى بقشر معاكم. هعمل شيبسي وهيبقى شيبسي ده ان شاء الله. جربوه قولوا لي رايكم ايه. هنا بقى بقشر البطاطس. هقشر معاكم واحده تانية. هنا بقى رز. بصوا كانت الميه شربت كنت مقلباه بس انا نسيت افتح الكاميرا. فبتقلبيه تقليبه من فوق لتحت وبتقفليه على كده وبتنزليه ناقص سوا حاجات بسيطه، مش مستوي سوا كامل عشان ما يعجنش. أنا بقى بقشر البطاطس. ده بقى كده هيبقى ان شاء الله. جربوا طريقة الشيبسي دي وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. انا بقشرها واجيب المقشرة اللي هي اللي بيبقى فيها الحتة اللي هي بتاع الشيبسي دي. وممكن اللي هي في التانية برضو بتبقى موجودة في اي مقشرة. هعملها كده وهعمله بقى كده واحطه في المية واغسله كويس هغسله يعني بعد ما اعمله بالمبشرة. تمام. هعمل بقى معاكم الكمية كلها.
انا بقى غسلته كويس، احط ماء خل، يعني مثلا قيمة 3 معالق كده خل وملح، وهسيبهم بقى مع نفسهم كده لحد ما نخلص بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنا بقى استنوا، وهسيبهم بقى مع بعضيهم خل وملح. ولو عندك ليمون حطي واحدة ليمون، بس انا ما كانش عندي ليمون. تمام، هقلبهم بقى كويس وهركنهم على جنب. هنا بقى كنت بعمل البيض، حطيت البيض في المية وملح، واحطه على البوتاجاز. واعمل بقى معاكم السلطة الخضراء. مش بقول لكم اكلة دسمة؟ اي حاجة خضراء عندك، اي حاجة تنفع تحط في السلطة حطي. خيار، جزر، قتة، طماطم، بصل، بس انا مش بحب احط البصل في السلطة. جرجير بقى وطماطم، قطعها كده طرنشات صغنونة مش كبيرة قوي. الغمضة اتفتحت تلاقوا السلطة خلصت. بصوا اي حطيت فيها هو جرجير. هنا بقى نعمل التوابل بتاع الشيبسي. نص معلقة ملح، ربع معلقة شطة، ربع معلقة توم باودر وبصل باودر، وربع معلقة بابريكا. وتقلبيهم كويس. اول ما بتطلعي البطاطس من النار بتروحي حاطه عليه على وشها على طول، رشه رشه كده بسيطه. هنا بقى معايا زيت سخن، هحط فيه البطاطس. محدش يقول لي الزيت غامق، ده مش مستعمل الا مره واحده بس. حطي بقى البطاطس في زيت سخن، اول ما تاخد اللون ذهبي هروح مطلعها على طول. اهو اول ما خدت معايا اللون ده رحت مخرجاها. وهحط معاكم طاسه كمان. اول ما بتخرجيها بتروحي رشه بقى عليها من التوابل اللي احنا عاملينها. طب على كل حد زي ما بيحب، يعني في ناس مش بتحب الثوم البودر عادي، في ناس مش بتحب البصل عادي. بصوا بقى طالعه عامله ازاي. شفتوها في اول الفيديو كانت مقرمشه وكانت جميله. بصوا، ولا تقولي لي بقى شيبسي بره ولا اي حاجه خالص. وبالبطاطس العاديه. هنا بقى كنت بحط الزبده وهعمل فيها بقى البيض. حط معلقتين زبده كبار كده. اول ما بيسيحوا بنزل عليه بالبيض. انزل بقى بالبيض اول ما ياخد معايا لون ذهبي من الجنبين، بروح طافيه بقى عليه النار. وفي الزبده بتاعته بحطه في الطبق عادي. بصوا بقى بقطعه كده بالسكينه طرنشات. لو برد بصي بتمسكي في ايدك كده وتقطعيه طرنشات، بيبقى
شكله تحفة. ودي الشيبسي وقليت فلفل وسلطة والرز الكشري الاصفر، مش عارفة مصرة ان هو رز له. شكله بالزبدة اللي تحتيه بقى، وبرش عليه شوية من التوابل كنت عاملاها للشيبسي، كان طعمه تحفة. بألف هنا يا رب تجربوه ويعجبكم، ويا ريت اللي يجرب حاجة من عندي يقول لي في التعليقات. سو بعمله كله كده بنفس الطريقة. الشيبسي مقرمش وناشف وكل حاجة زي الفل. هنا بقى برش عليه التوابل من اللي هي بتاع الشيبسي. واو. ومع السلامة يا رب يعجبكم، مع السلامة.